ما تخليش أول 3 شهور في الدراسة وقبل السنة الجديدة يضيعوا من غير أي تحقيق أهداف في حياتك. وأهلا بكم في منزلي حيث البساطة والهدوء. عشان كده وقبل ما تم سن ال30 حبيت أعمل لنفسي روتين يومي وأسبوعي وشهري وأهداف وخطط تساعدني أستغل وقتي وأطور من نفسي أكتر. بقالي أسبوع بخطط هعمل إيه في شهور الدراسة، وحطيت الخطط بتاعتي في المطبخ، وده أكتر مكان بكون متواجدة فيه وأنا في البيت. تعالوا بقى أقول لكم إزاي بقسم المهام بتاعتي. بقسم المهام بتاعتي ل3 حاجات مهمين جدا. في الفلوج ده هتكلم على حاجة واحدة بس، ودي أهم مهمة بالنسبة لي، ودي المهمة اللي بتكون خاصة بالبيت والأولاد والمهام اللي كلنا بنمر بيها من تنظيف وترويق. كنت سمعت كده من فترة جملة إن تغيير العالم بيبدأ من ترتيب السرير، وشرح المقولة دي ان انت لما تبدأ بالمهام الصغيرة ده بيحفزك علشان تنجز المهام الكبيرة. يا جماعة، ترتيب السرير شكل من اشكال الانضباط الذاتي اللي بيحسسنا بالمسؤولية والتنظيم، وبيخلق جوانا طاقة ايجابية وبيحمسنا ان احنا نعمل مهام اكتر. كنت بقى سمعت في بودكاست مربع عن التخطيط انه بيضاعف الانتاجية وبيخلي يومك مليان ومفيد، وان افضل طريقة للتخطيط هي تجزئة الاهداف الكبيرة لاهداف صغيرة، وان بجد اكبر عائق في تحقيق الاهداف هو التسويف. ومهما كان في صعوبة في البداية، لكن دايما مجرد ما بنبدأ بنلاقي نفسنا كملنا ونجحنا. وبجد من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في تنظيم يومي في بيتي هي ماجنتيك التلاجة من مس سادة. من كتر ما هي بجد شاملة جميع جوانب الحياة أنا أدمنتها. والفترة اللي جاية هشارك معاكم أهدافي وخططي وإزاي هحققها.